بداية، هل الإسماعيلي اتضرر من فترة وقوف الدوري ولا استفاد؟ والله هو يعني في استفاده من جهه ان يعني حسني عبد ربه اعتقد ابتدى يرجع فورمه كويسه. شفنا معظم اللعيبه الصغيره في ماتشات وديه، لان احنا عندنا 7 لعيبه في منتخب مصر الاول واثنين في منتخب الشباب، واحد في منتخب اولمبي وكان صديق في المنتخب العسكري، ف 11 لعيب بره الفرقه. ده بيدي فرصه للاولاد الصغيره ان هم يبانوا بشكل افضل فعلا. الحمد لله احنا حاطين ايدينا على بعض اللعيبه اللي ممكن الفتره الجايه يبقى تتواجد، لكن يشد حيلهم شويه، فدي الاستفاده. لكن طبعا احنا اتضرينا لان احنا الفتره الاخيره اخر 6 ماتشات الحمد لله كسبين 5 من 6 ومتعادلين الماتش، فكنا نتمنى الاستمراريه يعني. لكن يعني ان شاء الله نبتدي الدوري برضو بشكل برضو افضل من اللي احنا لهينا بيه باذن الله رب العالمين. وانا اعتقد ان استمراريه الدوري الفتره اللي جايه اعتقد ان شاء الله تبقى في مصلحتنا باذن الله. كابتن ايمن، شايف ان رجوع حسني عبد ربه ورجوع عمر جمال فائده اكتر من عقد صفقات جديده؟ مفيش شك، حسني عبد ربه لعيب كبير، وعمر جمال كمان من اللعيبه المؤثره في اي تيم، مش في تيم النادي الاسماعيلي بس يعني. لكن انت بتقول ان هم في رجوعهم افضل من صفقات جديده. لا، انت عارف ان لازم كل مركز على الاقل يبقى فيه 2 على الاقل، فاحنا محتاجين بعض اللعيبه، خصوصا عبد السلام من جالون ماشي، ومصطفى جعفر ماشي، ويعني في بعض اللعيبه مش هتتواجد بشكل كبير قوي الفتره اللي جايه، فاحنا محتاجين ندعم الفتره الجايه طبعا برجوع عمر وبرجوع حسني. برضه اكيد محتاجين ندعم برضه بعض العناصر، وبنحاول ان شاء الله رب العالمين. مجلس الاداره ما بيبخلش بدليل ان لما بخش فلوس النادي فعلا او مشكله الضرائب اتحلت، في معظم المشاكل الماليه اتحلت. يا كابتن احمد، ايه اسباب رحيلك على النادي الاسماعيلي؟ والله يعني انا هقول لك حاجه، انا هقول لك باشمهندس نصر، يعني الفتره اللي فاتت دي كان جالي كذا فاكس كذا عرض، وطبعا انت عارف اللي فيه ظروف في النادي، برضو الظروف الماديه برضو مش يعني مأثره في النادي. فالباشمهندس نصر كلمني قال لي انت جاي لك كذا عرض واحنا موافقين يعني على اي عرض، فانت تختار ايه. فانا طبعا ان هم قال لي كده فخلاص يعني انا قلت بقى خلاص انا ان شاء الله اتوكل على الله واروح بتروجيت. كان الاول جاي المصري والمقاولين، بس انا الحمد لله صليت استخاره وكده، فلقيت بقى موضوع بتروجيت الكابتن حلمي كلمني، راجل محترم جدا، فتوكلت على الله ورحت الحمد لله بتروجيت. بس يا نظر انا اقول لك حاجه، بص انا لعيب، انا شغلتي لعيب، انا بتمرن واعمل اللي عليا، واللعب ده بتاع الجهاز الفني. فانا لقيت من مستر مارك اللي انا ما بلعبش وكده، وشاركت الدقائق معدوده يعني تقريبا شوط، وفي ماتش الاهلي 10 دقائق. فانا حسيت ان انا ما بلعبش بصفه اساسيه يعني، فاي لعيب ما بيحبش القعده يعني، انا مش شغال موظف يعني. فانا طلبت من مستر مارك ان انا اخد فرصه وكده، لان انا شغال كويس، وهو ده الكلام بتاعه هو يعني، هو اصلا كان من